الرئيس السيسي شكله كده هيلبس البدله العسكريه. النهارده الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخليه عشان يناقشوا اللي حصل مع رئيس الوزراء في الامم المتحده ومع ترامب. طب هو ايه علاقه ده يا عم احمد؟ ويعني ايه يلبس البدله العسكريه؟ لو رئيس الجمهوريه لبس البدله العسكريه معناها اعلان حرب. ايه ده؟ في يا عم احمد ما تخوفناش، انت لسه قايل ان الجمعيه العامه للامم المتحده الدول الاوروبيه اعترفوا بفلسطين فيها خلاص، ورئيس الوزراء كمان كان قاعد مع ترامب، والاجتماع مع القاده العرب بيقولوا ان هو كويس ومثمر، والكلام ده هو كويس ومثمر للكلام اللي اتقال في الاجتماع ان هو عايز يحل الموضوع ويوقف الحرب، ولكن اللي ما بين السطور بيقول ان ترامب مش ناوي على خير. وبعدين الاجتماع بتاع ترامب مع الدول العربيه ده ما تبصلوش، بص على الاجتماع بتاعه مع نتنياهو اللي المفروض ان هو بعد 3-4 ايام، لان نتنياهو رايح وفي اعتقاده انه ياخد موافقه من ترامب على التهجير وياخد موافقه برضه على ضم الضفه الغربيه. القاده العرب قالوا لترامب ان من اهم شروطنا هو عدم ضم الضفه الغربيه، فاعرف كده ان الاجتماع بتاع النتن مع ترامب لو ترامب قال له خلاص روح ضم الضفه الغربيه، اعرف كده ان ترامب كان بيتلاعب. ومن الاخر هتلاقي بعد اسبوع بالظبط الرئيس السيسي بيبدا يلبس البدله العسكريه بتاعته، واذا